موبايل النهارده اتكلمت عن اخوه الصغير وعجبني جدا. تطوير كبير حصل من ريلمي في الفئه المتوسطه، لكن الاخ الكبير جاي كمالة عدد، ما قدمليش اي ميزه عن اخوه غير بروسيسور اعلى شويه، السناب دراجون 8 اس جين 3 اللي لسه نازل. مفيش اي ميزه تاني ونفس الشكل، مفيش اي اختلاف. انت كرهت الموبايل من قبل ما نبتدي؟ استنى واحده واحده. معاكم طارق مجدي، والنهارده هنتكلم عن الريلمي جي تي نيو 6، وهعمل مقارنه بينه وبين اخوه الصغير النيو 6 اس اي، ونشوف هل يستاهل فرق السعر بينهم ولا جاي كمالة عدد. انت ماسك تحفه فنيه بنظام ريلمي الجديد، سلس وسريع جدا مع تردد 120 هرتز، جميل في الحركه والتنقل بين التطبيقات. استغربت بس ان هم شالوا التردد ال 144 هرتز في الاثنين، مش عارف ليه بصراحه. هتلاحظ دايما اني بتكلم عن موبايل واحد لانهم زي بعض، مفيش اي اختلاف. ومع الجمال ده لازم ينزلوا ببروسيسور قوي، فالنيو 6 اس اي نازل باحدث بروسيسور من كوالكوم، سناب دراجون 7 بلس جين 3، والنيو 6 نازل برضه باحدث بروسيسور من كوالكوم، سناب دراجون 8 اس جين 3. مديني تجربه كامله جدا بدون غلطه او تضحيه من ريلمي. ومعالج الرسوميات للنيو 6 اس اي ادرينو 732 والنيو 6 ادرينو 735. ما عندكش اي تضحيه، انت معاك موبايل متكامل وفي الالعاب حكايه. النيو 6 اس اي على بابجي سجل 60 فريم بس، اتمنى ينزلوا ابديت ل 90 فريم هيكون سلس اكتر، وهو على 60 فريم مفيش مشكله. وكذلك النيو 6 مش هتواجه مشكله في اللعب ولا تقل ولا تعليق نهائي، ولو عايز تعيش جوه اللعبه فهتعيش فعلا مع سماعتين ستيريو صوتهم حلو وداعمين للصوت المحيطي، والشاشه عجبتني جدا. الاتنين زي بعض، مش مصدقني؟ طب اسمع بنفسك. شاشه كبيره جدا 6.78 انش مع الكيرف الجميل المعروف من ريلمي، حافه صغيره من فوق واكبر شويه من تحت، لذيذه جدا ومناسبه في مشاهده الافلام والمسلسلات لانها من نوع LTPO اموليد، مع 1 مليار لون هيديك الوان فوق الوصف، وداعمه لل HDR 10 بلس وجوده 1.5K. هل شفتني قلت حاجه مختلفه؟ كمل معايا. السطوع قلت هيغيروا في الرقم شويه، لا نزلوا زي بعض. 6000 شمعه حلو جدا، خصوصا لو اغلب الوقت بره البيت او بتوصل طلبات. تحديدا في نقطه توصيل الطلبات هقولك ليه في جزء البطاريه. مع كل الجمال ده معاك تردد 120 هرتز سلس وسريع جدا، وفتحه الكاميرا السيلفي فيها مفاجاه. ما تستعجلش، هقولها في جزء الكاميرات. كل ده مفيش حاجه واحده مختلفه، النسخه من بعض بالظبط. اللي مش فاهمه بقى التصميم بتاعهم غريب جدا. انا مش فاهم ايه ده، تحسه ايفون متنكر في هيئه اندرويد. برغم الشكل الغريب ده فالظهر ازاز وبيبصم شويه، خصوصا لو ايدك بتعرق كتير هتلاقي فيه شكل مش لطيف. خليه في الجراب افضل. معاك كيرف من الظهر لحد الفريم البلاستيك لحد الشاشه، عامل تناسق حلو جدا بدون اي زيادات. انا مش عارف ليه حاطين الكاميرات على جنب، ليه مش في النص؟ بتكون افضل كتير وبتخلي الموبايل متوازن. مش عاجبني بصراحه، ومش عاجبني الوزن، هو تقيل شويه 191 جرام في الاثنين، اخف من الوان بلس طبعا، بس الثلاثه في المجمل تقال شويه ممكن يضايقوك. من فوق هتلاقي مايك مكالمات واي ار بلاستر وخاصيه الريموت، من تحت هتلاقي مايك تاني ومدخل شحن تايب سي من نوع 2 ومدخل شريحتين من نوع نانو داعمين لل 5G. في المجمل الاثنين حلوين في الاتصال والمكالمات. البصمه في الشاشه جميله وسريعه جدا، اوقات بس بتعلق لو ميلت صباعك شويه، لكن ممتازه في المجمل. الاجمل بقى ان هم واي فاي 6 بلوتوث 5 و4 وداعمين بشكل كامل ل NFC. كل ده زي بعض، مفيش فرق واحد قلته. انت تحسني بتكلم عن موبايل واحد مش اتنين نهائي. طيب السوفت وير ممكن يختلف شويه، تعالوا نشوف. الاثنين زي بعض، اندرويد 14 وواجهه ريلمي الجديده الريلمي يو اي 5، حلوه وسريعه جدا، بتخطفك مره واحده مع السرعه في الحركه وفتح وقفل تطبيقات، اللي مساعد اكتر التردد والرامات ومساحه التخزين، وهتعرفوا ليه كمان شويه. ففي المجمل وانت معدي اعمل اشتراك وفعل زر الجرس تقديرا للمجهود ده، واي كلمه حلوه تشجعني احبك جدا. ويلا نشوف الكاميرات. الاثنين زي بعض، كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل زي بعض بالظبط، حتى السنسورات واحده في الاثنين سواء العاديه او الواسعه. فهكتفي بصور النيو 6 اس اي. في المجمل بيطلع صور حلوه، حاجه مقبوله على سعره، الوان مظبوطه، تفاصيل الى حد ما واضحه، وحتى لما بتعمل زوم 2 اكس بيطلع تفاصيل مقبوله. هي مش الافضل لكن مقبوله مقارنه بالاجيال القديمه، كانت اسوأ والى حد ما التفاصيل باينه، لكن بحسه في بعض الصور بيطلع الوان مشبعه زياده عن الطبيعي. وفي الاضاءه المظبوطه بيطلع
بيطلع صور محترمه مع تفاصيل الى حد ما مظبوطه. في الزرع جميل وبيطلع تفاصيل حلوه وواضحه، الوان مظبوطه، لكن تبص على المباني تحس ان الاطراف مش واضحه، منغمشه شويه. في نايت مود الى حد ما بيطلع تفاصيل مظبوطه واضحه، الوان مظبوطه. هتفكر تصور حد هتلاقيه مقبول في تفاصيل الوش، لكن الشعر والدقن مش دايما بيكونوا واضحين، اوقات تحسه راسمهم شويه واوقات بيكونوا مظبوطين. ولو جربته في العزل هتلاقيه حلو بدون اي مشاكل. هتفكر تصور فيديو فهو بيصور 4K لحد 60 فريم، بيطلع فيديو محترم كالوان وتفاصيل والثابت في الحركه والمشي. انت معاك جهاز يعتمد عليه في تصوير الفيديوهات اكتر من الصور. في السيلفي جميل مع كاميرا 32 ميجا بكسل، تفاصيل الوش واضحه والشعر، لكن ما تتوقعش تصور ورا زرع او لون غامق عشان يظبط الشعر والدقن كويس. في تصوير البورتريه حلو بس بياكل خفيف من خصل الشعر في بعض الصور، مش كلها. في الغالب كان حلو بيعزل حلو. في الفيديو فيه اختلاف وفرق واضح، بيصور 4K 30 فريم، طلع تفاصيل وش والشعر لكن الدقن مش قد كده. بحس الوان الزرع باهته شويه، درجه بسيطه وثابت بدرجه كبيره. كل اللي انا قلته ده تحسه موبايل واحد لكن هما موبايلين بنفس المواصفات بالظبط، فما تتعبش نفسك في مقارنات على اليوتيوب. انا جبت لك الخلاصه هنا. البطاريه بقى تعجبك جدا. لا بجد رقم كبير قوي، 5500 ملي امبير. انت معاك باور بانك مش بطاريه، بتستمر معاك فتره طويله وتنفع اكتر لشغل التوصيل، كمل معاك اليوم كامل بدون مشكله. ولو احترت تشحنه فانت معاك شاحن 100 واط في النيو 6 اس اي و120 واط في النيو 6، فرق 20 واط بس بينهم، فما تقلقش من نقطه البطاريه نهائي، الاثنين كويسين. وفي المجمل عجبني اكتر الرامات ومساحه التخزين. الرامات بتنزل باعلى تردد 4200 ميجا هرتز والثلاث انواع 8 و12 و16 في النيو 6 اس اي و12 و16 بس في النيو 6. مش هتحتاج اكتر من كده. ومساحه التخزين اسرع نوع حاليا اليو اف اس 4 مع نوعين 256 و512 في النيو 6 اس اي، وثلاث انواع في النيو 6 256 و512 و1024 جيجا. مساحه كبيره تغنيك عن كارت الميموري، وعاملين تجربه متكامله جدا جدا مع البروسيسور. بص الحته الجايه دي تغنيك عن اي مراجعه. باختصار عجبني الوان الكاميرات والتفاصيل ومش دايما، الشاشه في التردد والدقه والالوان، الواجهه الجديده، الاداء العام والالعاب، سطوع عالي جدا، وجود اي ار بلاستر، صوت واضح ومحيطي، الكاميرا السيلفي التوارد كتير في الصور والفيديو، وجود بطاريه كبيره في الاثنين، تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه. كل ده في الموبايلين زي بعض، ما اختلفوش في حاجه غير البروسيسور بس. ما عجبنيش الكاميرا الخلفيه، في بعض الصور مش بتوضح التفاصيل. الكاميرا السيلفي في العزل بتاكل من تفاصيل الشعر خفيف، اوقات البصمه بتعلق لو مش ظابط ايدك كويس. تصميم الكاميرات على جنب بيخلي الموبايل مش موزون، مفيش كاميرا زوم في الاثنين، وزن الموبايلين تقيل شويه، سعر النيو 6 اعلى شويه. عايز اقول ان الموبايلين حلوين ومتكاملين، لكن النيو 6 مقدمليش حاجه مميزه غير البروسيسور بس. مفيش فرق كبير بينه وبين اخوه الصغير استدعي ان اشتريه، فطبيعي لما اجي اشتري هجيب النيو 6 اس اي لانه ارخص في السعر وبيقدم لي نفس الميزات والمواصفات. اقنعني ليه اشتري النيو 6 عن النيو 6 اس اي غير ان معاك فلوس زياده؟ مش هتلاقي سبب مقنع. انا مستغرب لحد دلوقتي ما لقيتش مقاومه ميه ولا دخلت سالتني في الكومنتات. عموما هقول لك الاثنين بيدعموا مقاومه ميه اي بي 65، واكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل ده. وما تنساش تنورنا على الاربع منصات، الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك، عشان نكون اسره مع بعضينا واكبر اكتر واكتر وابتدي اوزع هدايا. نفسي بجد. دمتم بافضل حال. سلام.